السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في تحفيل التحفيل. عودة محمود كهربا بالشكل ده، بالأداء ده، بتعمل شياط وحرقان. الفولت العالي بيولع ويعمل ماس كهربائي في نادي الزمالك. تخيل نزوله في الماتش ده قبل نهائي كاس مصر ضد سموحة ب2 اسيست، بهدف فظيع، بانفرادات قاتلة، بيولع الماتش، بيولع اداء الاهلي، يعمل شياط وحرقان وبهدله في نادي الزمالك. يطلع امير مرتضى يتكلم عليه ويقول بيانات اني بيتهم الاتحاد. يطلع سياده المستشار مرتضى منصور ويتهم الاتحاد، اتحاد الكوره، ان هو متواطئ، بيبوظوا قوانين الفيفا، بيعملوا قوانين على مزاجهم، ما ورهمش حاجه غير الاهلي. يقول لك لا اما فرج عامر سايب الماتش، لا اما السحر والشعوذه بتوع سيد عبد الحفيظ. يعني احنا برضو لما بيبقى سيء هو الزمالك بيضيع لازم يتحجج باي حاجه. الحجج واضحه والحجج صريحه وموجوده. يعني هو دايما الميزه فيهم، عندهم ميزه جامده جدا، ميزه ان الحجج موجوده. يعني مفيش ابدا فشل اداره، مفيش ابدا لعيبه بتتكاسل، مفيش اي حاجه، مفيش عتاب على الاسطوره زيزو والاسطوره شيكابالا ان هم ضيعوا بطوله، مفيش اي عتاب، مفيش اي حاجه. يعني هم مفيش اي ضرر لنفسهم. هي الفكره كلها باختصار ان هو يعني لازم اللوم على الاهلي، لازم يتكلم على الاهلي، لازم مشكله الاهلي، لازم الاهلي هو كل قصه في حياته. هو ما بيقدرش يتكلم على نفسه، هفضل اقولها طول الوقت، هو ما بيقدرش يتكلم على نفسه. يعني دلوقتي انت سبت كل حاجه، سبت ان انت خرجت من البطوله واتكلم في موضوع كهربا واتكلم في موضوع الشعوذه والسحر. حاجه غريبه غريبه غريبه. يعني الموضوع يعني هيفضلوا كده طول الوقت. يعني الموضوع غريب جدا. دي حاجه. الحاجه الثانيه يا سيدي، انت الزمالك متراجع. الزمالك من غير ضربات جزاء الحرام بحكم اجنبي، لو تلاحظوا مفيش ضربات جزاء بتتحسب غلط دلوقتي، نادرا نادرا نادرا. يعني الحكام كلها بقت خايفه تحسب ضربات جزاء غلط تتعاقب. يعني حتى في ضربات جزاء حقيقيه ما بقتش تتحسب في بعض المباريات، والموضوع ده عامل جنان. يعني فين الزمالك من غير ضربات الجزاء؟ فين الزمالك من غير المنشطات؟ لجنه المنشطات مع السلامه بخ. يعني خلت الزمالك في التراجع بشكل مش طبيعي. يعني فريق عايش على المنشطات وضربات الجزاء. يعني الموسمين اللي فاتوا يقول لك الفار ايه يا ابني؟ فار ايه ده؟ انت مفضوح. يعني الموضوع مش كده خالص، ركز شويه. اما بقى فرحه خروج، يعني الفرحه اللي الاهلي كسب بيها، وهنتكلم على الاهلي في ادائه احسن بكتير. يعني اللي احسن منها بكتير هو خروج الزمالك بناء على ان اللي ضيع البطوله 2 من اهم اساطيرهم الوهميه، شيكابالا وزيزو. يعني تخيل شيكابالا داخل يشوط الكره الرابعه عشان يعمل الشو واللقطه والقصه ديت، وفجاه تك هوبا راحت. زيزو ضربات الجزاء مع السلامه. يعني انت دلوقتي يعني شيكابالا هو داخل كان ناقص يقول لشناوي يعني حبيبي يا شناوي انت اخويا الصغير، سيبنا ادخل الجون عشان اعمل اللقطه بتاعتي، زي ما عمل مع احمد باشا. صلاح باشا عايزك تعمل الحركه بتاعتي، انت اخويا الصغير وبتاع، وده يشرفني جدا لو جبت هدف. فدي نقطه. فهم ضيعوا البطوله بشكل سيء، وده مستواهم وده وضعهم. البيراميدز كسب 10 لعيبه من الدقيقه 10. بيراميدز وصل معاهم لضربات الجزاء. دخول لعيبه بيراميدز داخلين بجديه، نفسهم ياخدوا بطوله، فريق نفسه ياخد بطوله. هو عايش بقاله 3 مواسم عشان ياخد بطوله، عمل الفرقه دي والكواليتي دي والناس دي عشان ياخد بطوله، فما عرفش. اما الاهلي فاداء كهربا فضح ناس كتير قوي. قفشه لما نزل كالعاده الاداء اختلف، بطء في التمريرات، رفعات غلط، باصات غلط، في يعني قفشه ما عملش ولا كره عدله غير كره كهربا اللي انفرد بيها وما لقاش حد جنبه. فكهربا بيثبت ان احنا محتاجين مهاجم كويس قوي. كهربا بيثبت ان في روح، في لعيبه عندها روح الاهلي، وده اللي احنا عايزينه. مبروك لفوز الاهلي، مبروك وصول النهائي كاس. ان شاء الله تبقى البطوله الثانيه الكولر على التوالي، وعقبال الدوري وبطوله افريقيا. ده مهم قوي. كولر بيثبت ان هو مدرب عايز يعمل حاجه، واضح جدا
من طريقته ومن كلامه واختياراته، ان شاء الله تبقى خير. مكسب كبير قوي عودة كهربا، مكسب كبير كريستو تونس واللي منها، فرحتنا حتى لو مرشحه انيس بجلبان فشكرا. انت جايب كواليتي عاليه، انت جايب معلول، انت جايب ديانج، انت جايب كريستو، لعيب من اول لمساته باين اداؤه عايز يعمل حاجه، عنده ثقه، جريء، سريع، مهاري. ان شاء الله ان شاء الله طفره كبيره قوي في الاهلي بكريستو دوت. مروان عطيه لعيب في نوعيه من اللعيبه في الدوري بتيجي الاهلي او الزمالك بتتخط، بيتوتر، ما بيعرفش يلعب. مروان عطيه نازل عنده ثبات وعنده قدره وعنده اداء ولمساته حلوه جدا، ولعيب واقف كده في الاهلي مش خايف ولا عنده رهبه. فمرحب بالصفقات، في انتظار ان شاء الله المهاجم السوبر باذن الله مهاجم سوبر عشان ننافس على الدوري وبطوله افريقيا، وان شاء الله نعمل حاجه في كاس العالم. نتمنى من الله ان يكون احسن اداء في كاس العالم السنه دي. السلام عليكم.